السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا هعرفكم ازاي تركيب السوستة وازاي اقفل معايا القمر بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله القمر مش هيلف معاكم لو مشيتوا بالخطوات اللي انا هقول لكم عليها. خلي بالكم الجيبه دي انا كنت مقفلاها، بس انا لقيت في الفيديو اللي انا نزلته اللي فات ما كانش واضح فيه التقفيل السوسته والقمر. هو في الجيبه كله، الجيبه الصك المعروف الحاجه اللي فيها بتبقى يعني صعبه شويه تركيب السوسته وتقفيل القمر بالنسبه للناس اللي لسه هي مبتدئه، انما الناس اللي بتقعد على المكن ده حاجه سهله بالنسبه لها. فاول حاجه كده طبعا هتتفرجي على الفيديو، متنسيش تعملي لايك وتشيري الفيديو عشان الفيديو ما يقفش بس عندك انت بس، وناس كتير تستفاد منه وانت تاخدي ثواب واحنا ناخد ثواب. فنبدا نقول بسم الله كده ونيجي بايه، نبدا على طول. بصوا كده يا جماعه، قبل ما نشغل بس المكنه عشان صوتها خلينا متفقين ان احنا هنعمل الجيبه الصك فتحه من ورا، يبقى هنعمل لها اللي هي الايه، القلاب بتاعها كده اللي ورا، اللي هي عامله زي البتاليتا، بتبقى ايه مداريه السوسته، عشان ما ينفعش السوسته تبقى من ورا، لا اما تركبيها سوسته سحريه لا اما هتركبيها السوسته العاديه دي هنعمل لها قلاب من بره. فالقلاب دي اللي هي عامله زي البتاليتا بس ما بيبقاش فيها الحرته بتاعه البتاليتا اللي هي لقدام. الصراحه انا مسميها قلاب بتاعه السوسته، ما نعرفش بقى، اكيد في ناس كتير قوي كل واحد بيقول عليها مسمى. فطبعا احنا هنا بنيجي بنقص الجيبه، بنكون عاملين حسابنا ان المسافات الخياطه اللي احنا بنسيبها، ما بنسيبش شنط واحد بس، لا بنسيب 2 سنتي، معلش يا جماعه بنسيب 2 سنتي عشان خاطر نعمل حساب السوسته اللي هتتركب كده وكده تستخبى ايه جواها. فاول حاجه هنا ديت طبعا احنا بنتنيها، التانية دي بتبقى نفس التانية. فهي بصي دي كده اهي، بنجيبها كده اهي، شايفين يا جماعه؟ دي كده بتبقى تحت، شايفين كده؟ دي بتبقى تحت اهي، بتبقى من عند اول الجسم، من اول الجسم لغايه هنا اهو. طبعا احنا لو هنركب السوسته اللي هي السحريه، السوسته السحريه يا جماعه بتبقى من عند اول القمر، بتتركب بعد ما القمر ما بيركب، ما بتتركبش قبل القمر. السوسته دي بس هي اللي بتتركب قبل القمر يا جماعه، ماشي؟ عشان خلينا متفقين. اهي بصوا كده، انا هعمل دي كده اهي، وهمشي شيمه جنبيها لغايه اخر السوسته، ماشي يا جماعه؟ واحده واحده مع بعضينا كده، وان شاء الله هنعرف وهنستفاد من الفيديو ده باذن الله ازاي تركبي سوسته والنتيجه معاكي تطلع كويس. اهي كده اهي. في ناس طبعا اللي هي لسه مبتدئين عشان السوسته بتتحرك معاهم فبيحطوا دبابيس وبيشتغلوا برضو الطريقه اللي تريحك. المهم ان انت تشتغلي بايه، بطريقه سهله وبسيطه وما تعقديش على نفسك. ان شاء الله كل حاجه مع الاستمرار كل مره تركبي فيها سوسته هتلاقي نفسك احسن من الاول. بصوا كده، واهم حاجه وانا بركب يا جماعه، لو القماشه فيها مطاطيه ما تشديش، ولا تشد السوسته ولا تشد القماشه، لازم تسيبي القماشه على راحتها وتمسكي بس السوسته بتفرديها معاكي، ما تسيبهاش للقماشه، عشان لو سبتيها للقماشه بتلاقيها عامله قبه كده، عامله يعني ايه، بتبقى شكلها مش حلو. انما لما تبصي تسندي بس السوسته كده بايدك وبتريحي القماشه خالص، ما بتسيبهاش برضو للمكنه، تطلع معاكي مظبوطه وما بيطلعش فيها اي حاجه. اهي بصوا يا جماعه اهي كده. طبعا السوسته دي بتتركب بالدواسه العاديه يا جماعه، مش بالدواسه اللي هي بتاعه السوسته، ماشي؟ وباجي بقى من هنا كده من عند الشيمه بنزل الابره زي ما هي، الابره نزلت زي ما هي يا جماعه، ماشي؟ اروح عامله ايه بقى، بصوا استنى بس اقلب ايه الجيبه، وخلي بالكم الجيبه دي اللي هي كانت فيها الصبغه من تحت وكانت بايظه، انا عملت فيها شكل من تحت اوريه لكم برده ان شاء الله، يعني شكلها بسم الله اللهم بارك جميله جدا. بصوا بقى بعمل ايه. طبعا السوسته دي انا كنت مركباها يا جماعه، السوسته دي بتتركب قبل ما بتقفلي الجناب عشان تبقى الحته واضحه ليكي، انما ديت انا قلت لكم انا كنت مركبه فيها السوسته وكنت مخلصاها، بس لما لقيت الفيديو مش واضح ليكم ففكيت السوسته وفكيت الكاميرا وعملت كاميرا جديد عشان ايه، يبقى واضح لحضراتكم. بصوا كده اهو اهي، انا جبت نيمت المرد على السوسته اهي يا جماعه كده، نيمته بصوا، وهبدأ بقى كده همشي بعرض السوسته بسم الله
اهي. طبعا انا حاسه بالسوسته اهي كده، اروح بقى ايه لفه بقى معايا كده اهي. طبعا والمرد بتاعي زي ما هو اهو 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 يا جماعه بصوا اهو. وامشي كده بالراحه اهي، واقول بسم الله. سهله جدا ما تخافيش منها، السوسته اللهم بارك جميله جدا اهي. بصوا يا جماعه شايفين طلعت معايا ازاي اهي، شايفين اهي اهو. طبعا الواحده مش هتلبس سوسته من ورا هتبقى ماشيه يعني شكلها كده، لو سابتها كده طبعا شكلها بتبقى وحش جدا. انما لما بتبقى كده على المرد، وطبعا بركب الكمر، والكمر بعمل فيه الكبشه فبيبقى شكلها حلو جدا اهي. شايفين سهله جدا بسيطه ما فيهاش اي حاجه. تعالوا بقول لكم ازاي بقى هنعمل الكمر بتاع الجيبه اهو يا جماعه. بصوا انا جبت طبعا الحته ما كانتش معايا، انتوا عارفين الحاجات اللي انا بعملها دي بتبقى اعاده تدوير، حاجات مركونه عندي انا ما بستخدمهاش فبعملها لعيالي. فممكن انت عندك برضو حاجات من دي كتير، بدل ما انت ما تكوني ركناها تستفيدي منها. طبعا زي ما انتم ما شفتوا في اول الفيديو ان انا ركبت ازاي الفازلين وحطيته. طبعا الفازلين ده يعني اتقل من الورق، بس فيه فازلين قماش، فطبعا الفازلين القماش غالي جدا، ممكن تلاقي المتر بتاعه ب50 جنيه. ده طبعا المتر بتاعه يعني في مناطق بتلاقي ب10 وفي مناطق بتلاقي ب15 على حسب المنطقه اللي انت فيه، بس مش هيزيد عن 20 جنيه. ده تقيل طبعا. في بقى فازلين اخف من كده، لا انت بتجيبي اللي هو ايه تقيل شويه اهو. طبعا انت ما بتعملي طبقتين استحاله في الغسيل يتقطع. طبعا انت لو هتغسلي كده طبعا مفيش حد دلوقتي بيغسل كده، فاستحاله ان هو يعني يتقطع. بس طبعا لو اتغشمت عليه في الغسيل طبعا لا. بصوا بقى اول حاجه كده بحط الوش في الوش بتاعي الجيبه اهي ماشي اهي. بس هنبدا من هنا كده اهو، واعمل الفرمادوره بتاعتي اهي، وبفرد دي كده معاه ماشي. باجي طبعا من الحرف هنا انا عندي في طرفين، فباجي من طرف واحد بتنيه تانية عرض الدوايس كده ماشي، بتنيها عرض الدوايس اهي. تانية واحدة يا جماعة، مش بتني تانيتين جوه بعض اهي كده، وبمشي عرض الدوايس اهي. سهلة بسيطة ما فيهاش اي حاجة، بس انت لازم تعمليها. هو يعني اول مرة بتعمليها مش هتعرفي تجيبيها قوي، هتلاقيها لفت معاكي، فكي واصبري عليها واحدة واحدة هتلاقيها جت معاكي. بس لو مشيتي بنفس الخطوات اللي انا هقولك عليها دلوقتي ان شاء الله الكمر معاكي من اول مرة باذن الله. باذن الله لو انت متمكنة تقعدي على المكنة واول مرة تعملي الكمر هتركبي كويس. انما لو لسه يعني مبتدئة فمرة في مرة ان شاء الله هتعمليه احسن، وكل مرة تطلع احسن من الاول. بصوا يا جماعة ادي اهي السنتي اللي انا تنيته. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي اهي. هعدل الجيبه بس بتاعتي كده اهي، وهفك السوسته بصوا بقى يا جماعه الناحيه دي كده اهي. بصوا انا بجيب السوسته بتاعتي اهي اهي، الناحيه دي اللي هي انا مشيت منها الشيمه بتاعتي اهي. لو ان انا مشيت بيها الشيمه بتاعتي دي مش هطلع منها الناحيه بتاعه الكبشه ماشي. هتيجي كده بصوا اهي، يا دوبك انا بسيب بس سنتي للخياطه عشان الجيبه تطلع معايا ايه كويسه وما فيهاش حاجه. بصوا وانا عشان خاطر الجنب دوت الخياطه دي تيجي مع خياطه الجنب
ماشي، ما يطلعش فيها حاجه زايده. فانا ايه، هجيب دي كده معايا، ثواني بس، معلش كنت بجيب دبابيس. بصوا هحط دي كده هنا في النص، ماشي اهي، بس كده اهي، ماشي. واقول بسم الله. وبرضو عرض الدواس يا جماعه اهي، شايفين كده اهو، عرض الدواس سهله جدا ما فيهاش اي حاجه اهي كده اهو. اهي كويس، جت معايا ايه المقاس بتاعها مظبوط بعد ما طلعت الحته ايه الزياده اللي انا طلعتها الناحيه التانيه. بس كده اهو. بصوا طبعا الناحيه اللي هي فيها القلاب الغطا بتاع السوسته ده يا جماعه بسيب كده بتاع 2 سنتي من بره زياده اهي. هتقولي لي ليه طب سايبه من ناحيه واحده زياده والناحيه التانية لا؟ هقول لكم وانا شغاله. هجيب كده معايا المقص اهو، طبعا هسيب السنتي بتاعي، هسيب السنتي اللي انا هشتغل بيها اقفل بيه كده اهو. بصوا، وفي ناس كتير بيقصوها بعد ما بيثبتوا يا جماعه، مش قبل ما يثبتوا. بصوا بقى هعمل ايه بقى، ركزوا في الحركه دي، شايفين كده اهي دي هعملها كده، هجيب الخياطه بتاعتي دي كده اهي واجيب دي كده، شايفين اهي اهي تاني يا جماعه عشان اهي شايفين اهي السوسته دي كده اهي، هجيب دي كده ودي كده الاتنين كده على بعض عشان وانا بعمل الشيمه تطلع معايا مظبوطه ما فيهاش اي حاجه. شايفين بقى الحته دي انا هثبتها بالمكنه، اللهم صل على النبي. الابره اتكسرت يا جماعه، هوقف بس الفيديو وهغير الابره وارجع لكم تاني. غيرت الابره يا جماعه اهي، بصوا بس كده ماشي. الناحيه التانية بقى هنعمل بيها ايه، هنعمل فيها ايه، بصوا نفس اللي احنا عملناه بس مش هنعملها بقى من اول هنا، مش هنعملها من اول هنا، لا هنعملها من اول هنا. طب ليه مش هنعملها زي التانية؟ عشان دي اللي انا هحط فيها الكبشة اللي احنا هنقفل بيها السوسته. بصوا انا هعمل كده يا جماعه اهي، شايفين اهي، وهتطلع حلوه وما فيهاش اي حاجه ان شاء الله اهي. وهمشي على الحرف ده ماشي يا جماعه. تاني اهي مفروضه اهي وبقلبها اهي على جوه كده، بس كده اهي. بصوا
نقلبها بقى. اول حاجه بس انضف بس الفتل دي اللي فيها اهي، شايفه هي دي كده، واقلبها بقى كده اهي اهي. دي فتل بقى بشيلها في الاخر. بصوا سهله جدا مفيهاش اي حاجه. الاتجاه التاني برضو كده اهو. هنا بقى هشيل دي الزياده دي كلها مش عايزاها اصلا، هي هتعملي بس ايه تخانه جوه في الجيب اهي. بس كده. بصوا بقى يا جماعه، الناس اللي بتلف مع الكمر ممكن بعد ما اخلص الخطوات دي كلها روح قايم كده على المكوه ويروح ايه كسرها، بيكسرها على المكوه وهو شغال. فانا مش بحب الطريقه دي، يعني ايه بحب اشتغل كده ايه على طول. وايه هوريكم ازاي نشتغلها ايه عشان ايه ايدينا تاخد عليها، مش كل شويه نقوم نكوي ونعمل. احنا بعد ما نخلص هنكويها وان شاء الله تطلع معانا حلو. بس الناس اللي هي مش هتعرف تعملها كده لازم تكويها يا جماعه الاول. ماشي، هنقول بسم الله. هقلبها بس الاول كده اهو، وهبدا معايا من هنا. ماشي. وفي كمان خطوه تانية يا جماعه، في ناس بالماركي كده بيجيبوا القمر ده في المصانع عشان خاطر بيشتغلوا كميات، بيبداوا يعملوا زي علامات كده من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا عشان خاطر القمر ما يلفش معاهم. فيجيبوا كل علامه قصاد العلامه بتاعتها وهم بيركبوا عشان خاطر لما يخلصوا يعرفوا ان الحته بتاعتهم طالعه مظبوطه ما فيهاش لف ولا فيها هوا ولا فيها اي حاجه. ماشي. فاحنا نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا هنشتغلها مش هيطلع فيها حاجه ان شاء الله. اهي عادل بس معايا كده الحته قبل ما اشتغلها. بسم الله. انا بخاف بس من التخانات دي عشان انا بحب اشتغل بالابر اللي هي السن رفيع 12. ما بحبش انا اشتغل بالابر اللي هي التخينه، بتخرم معايا القماش وبتبوظه. فساعات بقى في التخانات دي انا ما بحبش اغير الابره فتقعد تكسر معايا. بصوا انا شغاله يا جماعه، افرد بقى كده وخلي بالي اهي كده، افرد معايا بس عشان ايه ما تعملش معايا كسرات ولا اي حاجه. اهي ابدا كده اقول بسم الله واشتغل اهي اهي كده اهي اهي كده. بصوا واحده واحده معانا كده مع بعضينا ان شاء الله. ايه لو مشيتي بالخطوات دي هتعمليها. بصي وفي ناس بيروحوا قلبينها كده وحاطين فيها دبابيس ويروحوا قويينها وبعد كده بيشتغلوها. فانت الطريقه اللي تريحك اشتغليها، الطريقه اللي انت شايفاها مناسبه ليكي اشتغليها. ما تقوليش لا القمر صعب ومش صعب، ما فيش حاجه صعبه، كل حاجه سهله. يعني اللي عملوها قبلك دول مش احسن منك اصلا، ولا هي انسه قرب. بس كده. وبصوا واحده واحده ايه معايا بمشي بيها كده. باجي بقى هنا الاخر بشوف معايا كده انا شغاله صح، في هوا في زياده في حاجه، ببدا ان انا اشرب معايا في الحته دي كلها. ما اجيش انا في اخر حته وابدا اشوف الاقي الحته الدنيا معايا بايظه فمش هعرف اشربها. فانا لازما يبقى في مسافه قدامي عشان اعرف ان انا ايه اشرب. بس ان شاء الله مش هتلاقي في تشريب باذن الله لو مشيتي بالخطوات اللي انا قلت لك عليها اهي.
سهله جدا مفيهاش اي حاجه. ويا رب الفيديوهات اللي انا بنزلها بتفيد حضراتكم، وبتقدروا ان انتوا تتعلموا منها حاجه او تفهموا منها حاجه، لان احنا برضو كلنا بنتعلم من بعضنا، مفيش حد اسمه لا انا في المجال بتاعي ده الطب. الواحد طول ما هو عايش بيتعلم يا جماعه. مش معنى كده ان انا كده بسم الله ما شاء الله، لا، في ناس احسن مني بكتير وبمراحل. بس الواحد اللي بيميز كل واحد عن التاني ان هو بيقوم يشتغل، بيقوم يجرب، بيقوم يشوف، مش عمال يتفرج على الحاجات وخلاص. فلازم يا جماعه انتوا شفتوا حاجه وانتوا حابينها لازم تقوموا تجربوها. بصوا بقى انا كده اهو خلصت معايا الكمر بتاعي. هبدا همشي شيمه على البرواز بتاعي. انهي برواز هقول لكم اهو. بصوا انا طلعتها تحت المكنه عشان نوريها اهو، شايفين كده؟ هبدا امشي شيمه هنا من فوق من على الطرف كده، همشي شيمه. في ناس مش حابينها ما تعملهاش، بس انا بحبها، بتدي منظر في القمر وبتخلي القمر ايه ثابت كده ومتين. اهو بصوا باجي من عند الناحيه اللي انا قفلت فيها اخر حاجه، وببدا بقى امشي ايه الشيمه بتاعتي. بدي غرزه كده واروح قلبه بقى وامشي اهو واحده واحده كده معايا اهو. سهله ما فيهاش اي حاجه. امنتك امانه بقى طالما وصلت لغايه هنا ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه بتاعتي عشان خاطر يجيلك كل جديد، وتفعلي الجرس عشان اي اشعارات اي حاجه انزلها تجيلك بقى اشعارات. وما توقفيش الفيديو عندك بالله عليكي، اعملي له مشاركه عشان ناس كتير تستفاد منه. اهو بصوا كده اهو. خلي بالكم فكرتها سهله وبسيطه، ويا ريت تقولوا لي يعني التسجيل وانا شغاله بشرح وانا شغاله كده احسن ولا بعد ما بخلص واشرح احسن؟ فيا ريت تكتبوا لي وتقولوا لي انهي الاحسن. اهي كده خلاص وصلت للبدايه اللي انا كنت شغاله بيها، اللي كانت كسرت الابره. واجي كده اروح طالعه بالقصافه. بصوا بقى الحته دي وانا شغاله في الاول سقطت مني اهي، شايفين؟ انا كان ممكن ما اوريها لكوش، بس انا عايزه اقول لكم ان اي حد بيغلط يا جماعه، بس المهم ان انت ما تمشيهاش كده، مش تكون عينك شايفاها ان هي كده وتسيبيها، لا، فكيها كده زي الشطره ورجعيها تاني تحت المكنه واعمليها. عارفه ليه؟ لان ده اللي هيفرق ما بين شغلك وشغل غيرك. التقفيل بتاعك لما يكون حلو والحته بتتكلم عن نفسها، هي دي كده شغلك في وسط الناس يا جماعه. وده الاختلاف ما بينك وما بين اي حد. انما بتقولك ايه، هتقولك ايه دي غرزه سيبيها، لا طبعا ما تسيبهاش. انت ذات نفسك مره في مره في مره هتلاقي نفسك طالما عديتي الصغيره هتعدي الكبيره بتاعتها اهي. تعالوا بقى اوريكم تقفيل القمر. بصوا اهو، بصوا يا جماعه اهي. طبعا لسه هشطب القمر، لسه ما اتشطبش، هشطبه. بصوا يا جماعه شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا هدوس عليه بالمكوه بقى هيتفرد ويبقى شكله جميل جدا. بصوا اهو، شايفين الشيمه عامله ازاي؟ شكلها جميل جدا. بصوا بقى اهي، دي اللي هركب فيها الكبشه اهي، هركب فيها الكبشه كده عشان يبقى ايه شكلها حلو. هتقولي طب ليه انت ما عملتيش دي جوه والصغيره من بره؟ يا جماعه معروف اي حاجه حريمي بتبقى ناحيه الشمال والرجالي بيبقى ناحيه اليمين. في البناطيل الحريمي المفروض الفتحه بتاعتها من ناحيه الشمال. البناطيل الرجالي الفتحه البتاليتا بتاعتها او اي حاجه بتاعت السوسته من ناحيه اليمين. حتى في القمصان، في التيشيرتات، في اي حاجه التلبيس الحريمي ليه شغله والتلبيس الرجالي ليه شغله. فهي دي عدلتها يا جماعه. عشان هتقولي ايه ده الحته الكبيره دي منظرها كده مش هتبقى حلوه، لا مش هتبان قوي يعني يا جماعه، الا لو هتلبسي عليها حاجه من فوق يعني القمر. فالجيب الصك دي بتتلبس عليها حاجه كده ايه مداريه القمر.
ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. وخلي بالكم ان شويه كده هنزل لكم الفيديو بتاعه وبنتي لابساه، وهوريكم التقفيل بتاعه، وهوريكم حاجه انا كنت عايزه اوريها لكم في الفيديو التاني بس هوريها لكم في الفيديو ده بالمره. بصوا يا جماعه، شايفين اهي، بصوا شايفين دي كده اهي، شايفينها؟ اللهم بارك. دي اللي كان فيها الصبغه. بصوا مش عارفه هتبان ولا لا، هوريها لكم. بصوا اهي، شايفين؟ عشان انا عملت تحتيها الورد فمش باين قوي. اهي شايفين؟ دي اللي كانت معموله عليها نقط صبغه. اهي الفكره بتاعتها اهي، شايفين؟ اهي دي باينه قوي اهي، شايفين؟ فعملت فيها اللي هي الفرع الشجره ده كده من ورا. وخلي بالكم فكرتها حلوه جدا وباينه في التلبيس، هتبقى روعه. استنوا بقى الفيديو اللي بعد دوت ان شاء الله، هنزل لكم وهي بنتي لابساه، وهتشوفوا شكل التلبيس بتاع الجيبه عامله ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه. سلام.